نتابعها في سياق التقرير التالي. في البطولة الإفريقية القادمة والتي ستلعب في أبريل القادم بالمغرب، 8 منتخبات تأهلت إلى نهائيات البطولة، وهي ليبيا ومصر وغانا وأنغولا وناميبيا وزامبيا وموريتانيا، والمغرب المنتخب المستضيف. بطولة حقق لقبها منتخبنا الوطني في سنة 2004 في بطولة استضافتها ليبيا لتكون من ضمن الدول المتحصلة على اللقب منذ انطلاق البطولة عام 1996. مشاركة ستكون قوية في نسخة تشارك فيها أفضل منتخبات القارة، لتتأهل المنتخبات المتحصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للصالات، والتي تستضيفها أوزباكستان نهاية العام الجاري. والاستعداد الذي سيكون الآن ويتوجه حول مشاركة المنتخب في كأس أفريقيا التي ستلعب إن شاء الله في المغرب في شهر أبريل، لكن قبل ذلك هذه نجاحات ما كانتش موجودة بالصدفة. الآن طه العابد هو مدير المنتخب مع السادة في الاتحاد الليبي لكرة القدم، مع المجموعة والمنظومة متكاملة، وصلتم الحمد لله بهذا المنتخب إلى العودة إلى منافسة في البطولة الأفريقية. حدثنا عن الاستعداد كيف كان، عن مباراة الجزائر الأولى، الذهاب والتعادل ب4 أهداف ثم العودة وكانت النتيجة إيجابية لصالح منتخبنا. أولا نحب نتكلم البداية من قبل مباراة الجزائر. التصفيات ما كانتش مقررة أن احنا نلعبوا شهر 12، فمستعدين فيها يعني من الخطة اللي وضعها المدرب ريكاردو من شهر مارس 2023، من أول معسكر في مدينة زوارة كان معسكر داخلي، من بعدها يعني كانت معسكرات على التوالي، معسكر مصر، معسكر البوسنة، من ثم البطولة العربية كانت نتيجة إيجابية، يعني كانت في الدور نصف النهائي، من ثم للمعسكرات الداخلية من بعد البطولة العربية استعداد لمباراة الجزائر، واللي مشينا فيها أيضا للمغرب، لعبنا للمنتخب المغربي المنتخب العالمي، احتكينا به. يعني المباراة الأولى خسرنا، المباراة الثانية تعادلنا 2-2، واعطت ثقة للاعبين الحقيقة، اللاعبين شباب وخبرة، حطتهم ثقة ان هم يقدروا يربحوا المنتخب زي منتخب المغرب منتخب عالمي. والحقيقة نشكر الاتحاد الليبي لكرة القدم اللي وافق على كل الخطة اللي وضعها المدرب ريكاردو. الآن استعداد بشكل كبير للبطولة الأفريقية الجاية، مشاركة 8 منتخبات من أفضل منتخبات القارة، مصر، المغرب، زامبيا يعني منتخب موريتانيا ايضا. فكيف يمكن ان تقدموا اداء جيد والاستعداد كيف؟ هي مباريات وديه، مش في اي بلد. الرؤيه في منتخب الصالات. يعني كاس افريقيا 8 منتخبات هيكون منها 3 بطاقات تلعب في كاس العالم. حنكون معك صريح للامانه، يعني زي ما تعرف منتخب المغرب منتخب عالمي، الترتيب الثامن على العالم، يمتلك محترفين، يمتلك الاستمراريه من 2016، من 2012 ممكن نفس الجيل مستمر، عنده منتخبات ناشئين، اشبال، منتخب شباب، منتخب اولمبي، عنده قاعده، وبلد منظم. يعني باذن الله لو ما في، يعني عندي ثقه في الشباب، وزي ما ماشي معهم تو عده معسكرات، نشوف الطموح نتاعهم ونشوف درجه التحسن نتاعهم. يعني في